أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يكشف عن تفاصيل ما حدث ما بين عبد المنعم والشناوي بعد لقاء المصري البورسعيدي. أكد النادي الأهلي على أن مروان عطية عمل تمريرة خطأ في نهاية المباراة ليعاتب الشناوي اللاعب، ولكن محمد عبد المنعم تدخل في الحوار ما بين مروان عطية والشناوي وفضل يهزر مع الشناوي ويقول له خلاص بقى ما احنا كسبنا مفيش مشكلة، ايه يعني مروان عطية يعمل ميس باس؟ هو ده اللي حصل واللي النادي الأهلي بيؤكد عليه. حالة من الاستعجاب والدهشة انتابت لعيبة النادي الأهلي بعد الأنباء الكاذبة اللي قالت إن حدثت مشادة بين عبد المنعم والشناوي. خبرنا الثاني: نجم الأهلي السابق أسامة عرابي وجه نصيحة لإمام عاشور. قال أسامة عرابي: أطالب إمام عاشور بغلق أذنيه أمام السوشيال ميديا من أجل التألق مع الأهلي والالتزام داخل وخارج الملعب. خبرنا الثالث: أسطورة البايرن يعلنها مستعدون لمساعدة الأهلي في بناء ملعب الأهلي. تحدث الأسطورة إلبر نجم البايرن وأكد على أن الباب مفتوح لمسؤول النادي الأهلي لمساعدة النادي الأهلي في بناء استاد النادي الأهلي على شاكلة ملعب الأليانز أرينا ملعب البايرن. خبرنا الرابع: الأهلي يعلنها كل ما يقال بشأن انتقال أليو ديانج للاحتراف الأوروبي في يناير كلام كذب في كذب. رد النادي الأهلي على كل ما يقال بشأن الاتفاق مع نادي أوروبي وبالأخص نادي تركي من أجل بيع أليو ديانج في شهر يناير القادم. أكد الأهلي على أن هذا الكلام كذب ولا أساس له من الصحة. ديانج مستمر لنهاية الموسم. خبرنا الخامس: تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي يوم الأحد القادم. الدرجة الثالثة هتكون ب75 جنيه، الدرجة الأولى 150 جنيه، المقصورة الرئيسية 350 جنيه.